السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. يوم جديد وفيديو جديد، والأجواء الريفية بتاعتنا ديت. أنا جاي دلوقتي لكم، أنا وإسلام اهوت راكبين المكنة بتاعتنا. رايحين نشوف الأرض بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده وصلنا، وعشان نشوف الأرض بتاعتنا ونبشرها ونسرح لها ونقعد فيها. دي غلة، ده محصول شتوي، قمح محصول شتوي مزروع النهاردة يوم 18، يعني تقريبا بقاله حوالي 12 يوم. هنا إسلام زي ما انتوا شايفين اهوت، إسلام ابني أي حاجة بنشوفها بنشيلها، وزي ما حضراتكم شايفين هو طبعا بالكسف يتكلم، وانا كنت عايزه يتكلم معايا، بس شوية شوية كده اخليه يبدأ يصور، يطلع معايا يعني في الكاميرا وكده. الارض اهوت، والاجواء الريفية بتاعتنا ديت. وطبعا الواحد لما بيحس بتعب اعصاب او كده بيروح يقعد في الارض شوية، بيستريح نفسيا، وبتبقى القعدة يبقى الواحد مش عايز يروح خالص، يفضل قاعد في وسط الأرض في الخضرة، ويشوف ويستمتع بالأجواء ديت، الأجواء الريفية دي. وطبعا إسلام معايا هوت. طبعا احنا صورنا الفيديو وبعدين بندخل عليه صوت تاني مرة تانية، واحنا برضو قاعدين في قلب الأرض هوت، وبنشرح لحضراتكم كل حاجة بتحصل. هنا إسلام كان بيصورنا اهوت. وطبعا ما تنسوناش بالدعم، وطبعا الدعم بتاعكم دي مهم لنا قوي، وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان الفيديو يوصل لكل الناس، وتستمتعوا معانا زي ما احنا مستمتعين بالأجواء الريفية ديت. والراحة النفسية يا جماعة ديت يعني حاجة كبيرة أوي أوي أوي، بتتخلص نفسك من ضغوط الحياة، وتشوف بقى يعني ما تبقاش عايز تقعد تقعد تستجم. وادي الشجر زي ما انتم شايفين، الواحد برضه بيبص كده برضه بيشوف أي حاجة، بيشوف الزرع كده. ده أرض وجه بحري، محصول القمح محصول شتوي، والبرسيم طبعا محصول شتوي، والبطاطس البطاطس عروتين، عروة صيفي وعروة شتوي. احنا حاليا في العروة الشتوي. هصور لكم يوم ان شاء الله في البطاطس واحنا بنقلع في البطاطس اثناء تقليع البطاطس، برضو تعيشوا معانا الاجواء ديت، وتشوفوا اليوم بتاع الفلاحين ازاي، وبنحصد البطاطس ازاي، وبتتلم ازاي، وتتعبى ازاي. كل ديت حاجات دي العيشة بتاعتنا، ودي اللي ربنا قسمه لنا. ودي طبعا مكنة ري اهي اللي بنروي بيها من الترعة ديت، ري غمر. وهنا بنلف كده حوالين الارض اهي زي ما انتم شايفين. هنا اسلام اهوت جه معايا اهوت. وانت طبعا يا اسلام عارف لما سرحت كده او احنا قاعدين اهو في الغيط اهوت، بتحس بايه الوقت كده في الارض دي؟ طبعا بحس بشعور جميل في قلب الأرض،
وبيبقى أجواء جميلة وسط الأراضي وكده. وطبعا انا باخدك معايا طبعا يا اسلام في اما بيبقى سرحين وكده، وعشان تشوف الارض برضو والزراعات وتتعلم الزراعة، ودي تشوف ده فول اهوت، صح. اه. والوقت انت اللي كنت بتصور اهوت، وبتصور انت على مزاجك، بتصور الحتت اللي انت عايز تصورها. وديت ارضنا طبعا، ديت ارضني وارضي ورث في ابويا. وعشان اسلام برضو يبقى عارف الارض، هو ملوش في الفلاحة ولا حاجة، بس هو باخده عشان يتعلم ويعرف انا بعمل ايه وكده. يبدأ يتعلم زيي. وده طبعا الجسر دوت بيني وبين جاري، ديت الأرض برسيم. وطبعا نزلنا مية فيه عشان زارعين احنا فول هنا. فاكر يا اسلام لما كنا زمان الفول هنا اه. مليناه مية اهو زي ما انت شايف كده، عشان ايه؟ عشان الفول ده يخضر يوم ولا اتنين ان شاء الله، بيخضر بقى ان شاء الله. ادي اهو، هو اسلام اللي بيصور اهوت. وباخده معايا وطبعا تدعو لاخويا اسماعيل بالشفاء طبعا والله. الله يشفيه يا رب ويرجعه لاولاده سالم غانم يا رب العالمين. وزي ما انتم شايفين ادي الاجواء بتاعتنا. وطبعا اسلام كان مركز دايما على طول على ايه؟ على الفول ده، وعلى الارض اللي هي ايه؟ معموله قمح. وادي برسيم جارنا هوت. شايفين يا جماعه الخضره؟ مصر كلها خضره، ومصر كبيره وجميله. والواحد بيبقى لما بيسرح الغيط بيبقى قاعد، يعني بيبقى يعني قاعد كده بيسرح في ايام زمان وايام الطفوله وكان بيلعب هنا ازاي وبيجري ازاي وكده يعني. طبعا بتبقى شعور حلو لما انت بتشوف يعني بعد ما انت كبرت دلوقتي والوضع اتغير، بس الارض هي يا جماعة الارض. احنا ما بنورثش الاراضي يا جماعة، اوعوا تفكروا ان البني ادم هو اللي بيورث الارض. والله لا والله، الارض هي اللي بتورث بني ادم، مش بني ادم هو اللي بيورث الارض. واحنا بنتكلم طبيعتنا يا جماعة وعلى الفطرة، وما بنزوقش في الكلام، واللي في قلبنا على طول على لسانه بنقوله. وما عندناش لف ودوران الحمد لله. ديت اللي ربنا خلقنا على الفطرة اللي احنا فيها. هي دي طبيعتنا، وهي ديت ده اسلوبنا. وادي طبعا ديت طيور موجودة في البرسيم. لما يكون بنروي بتنقي الحشائش والكلام من ده من الأرض. طبعا اسمه أبو أردان، ده صديق الفلاح. ودي طبعا هنا طبعا عاملين زير مية نشرب منه، مية صحية، مية جميلة. طبعا مية بتشرب من المية دي مية زي السكر. طبعا المية الجميلة ديت بنشربها بسم الله ما شاء الله، مية جميلة. وطبعا والله نفسي تيجوا معانا وتعيشوا الأجواء ديت وتشوفوا المية الجميلة ديت. والقعدة ديت قعدة بسيطة وما فيش فيها جماليات ولا حاجة. والطبيعة الخلابة والطيور، والقعدة ديت قعدة بسيطة خالص في الأرض بتاعتنا هي. وطبعا عايزكم تعيشوا معانا الأجواء بتاعتنا ديت. وطبعا رجاء فضلا وليس أمرا تدعمونا وتشتركوا معانا في القناة
وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من اخوكم عوض ابو ماضي. ودي طبعا برسيم، وادي الفول اهوت، يعني مفيش 10 ايام ولا حاجة بإذن الله او 15 يوم هيكون في فول حلو ان شاء الله. طبعا الواحد بيزرع كل حاجة في الارض عشان يروح زي ما احنا قلنا وهو ماشي ياخد كل حاجة في ايده لبيته، ما يشتريش حاجة من الارض، ما يشتريش حاجة خالص، كله من قلب ارضك. شايفين يا جماعة؟ ادي الفول البلدي، ده فول اهوت، ده دلوقتي بقاله شهر ونص ولسه زارعين فول تاني برضه مع القمح دهوت، هيبقى متأخر شوية ولكن برضه ان شاء الله ربنا يكرمنا بيه ويبقى انتاجه حلو بإذن الله. ادي القعدة، وادي ده اسمه زير مية، زير بنحط فيه المية اهي زي ما انتم شايفين كده، مية صافية ورايقة وجميلة. وطبعا الفخار ده يا جماعة بيعيد رونق للمية ديت وبخليها من أروع ما يكون. وادي طبعا هنا إسلام بدأ بيلف عشان يدور المكنة، وهنبدأ قعدنا شوية في الأرض بتاعتنا واستمتعنا فيه، وبعدين هيجي هوت عشان نتوقع الله إن شاء الله ونروح. ادي اسلام اهوت برضه لسه هو مش قوي في السواقة، بس انا بركن عليه وبخليه عشان يتعلم السواقة. وطبعا اعطونا لايك عشان خاطر اسلام. الله أكبر الله اكبر، لا حول ولا قوة الا الله بالله أكبر العلي العظيم. الله أكبر. وطبعا ما تنسنوش بالدعم والشير واللايك والحاجات الجميلة ديت. وهنبدأ ان شاء الله نتوكل على الله نبدأ نروح. وطبعا ما تنسناش بالدعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.